بسنت خالد شلبي بنت جميلة عمرها 16 سنة في تانية ثانوي، طالبة مجتهدة وشاطرة جدا في مدرستها بشهادة زمايلها ومدرسينها، وكانت طموحة جدا وبتحلم إنها تكون دكتورة، وكانت بتجتهد في دراستها عشان تقدر تحقق حلمها. ولأن بسنت من قرية صغيرة فكان معظم دراستها هي وأصحابها بره كفر يعقوب، وكانت بتروح دروسها مع أصحابها. وفي الوقت ده كان في شاب زميل لبسنت في نفس سنها ونفس الصف الدراسي بتاعها اسمه إبراهيم وعمره 17 سنة. كان معجب بيها جدا وحاول بكل الطرق إنه يقرب منها ويكلمها لحد ما قدر يعرف رقم موبايلها. المهم بعت لها رسالة على موبايلها عرفها بنفسه إنه زميلها ومعجب بيها جدا من أول ما شافها، وإنه عايز يتعرف عليها بحكم إنهم زمايل. وبسنت ما كانتش فاهمة الموضوع في الأول ممكن يوصل لإيه، وافتكرت إنه زميل عادي زيه زي باقي زمايلها. لكن إبراهيم قدر يقرب منها جدا وحاول بكل الطرق يوصل لها إنه بيحبها وبيخاف عليها.